بيبدأ الفيلم بضابط مخابرات اسمه جيجي، واللي بيكون متنكر في هيئة واحد من رجال المافيا، وبيكون مع عصابة شخص اسمه حسان، واللي بيستلم شحنة مواد نووية من جنرال روسي. وبعد ما بيتم التسليم، جيجي بيسأل حسان لو عنده حد يقدر يصنع له المتفجرات من المادة دي، فبيستغرب حسان من سؤاله وبيشك فيه، وبيرفع عليه سلاحه وبيسأله لو كان ضابط مخابرات او بيشتغل لحساب المافيا الروسية. وساعتها زمايل جيجي في مكتب المخابرات بيكونوا متابعين اللي بيحصل، وبيكونوا قلقانين جدا لحسن جيجي يتكشف والعملية تفشل. وبنرجع لجيجي اللي بيرد على حسان وبيقول له ان هو جاسوس، ولكن طريقته في الكلام بتخلي حسان واللي معاه ما يصدقوهوش ويضحكوا. فبيكمل جيجي كلامه وبيقول لهم ان هو ما عندوش مهارات في التجسس، لكنه شاطر جدا في ضرب الاشخاص اللي زيهم، وبيطلع مسدسه وبيضرب خزان الوقود بالنار وبيفجره، وبعدها بيشتبك مع العصابتين وبيقدر يخلص عليهم كلهم، وبياخد المادة النووية وبيركب عربية وبيهرب من المكان. ولكن آزار اخو حسان بيطارده بعربيته، ولكن جيجي بيقدر يتخلص منه. وتاني يوم بيرجع جيجي على مقر المخابرات، وهناك زمايله كلهم بيحيوه وبيباركوا له على نجاح العملية، وخصوصا زميلته بوبي واللي بتكون منبهرة جدا من جيجي ومن اشد المعجبين بيه. وبعدها بيدخل جيجي المكتب رئيسه اللي اسمه كيم، وبيتفاجئ جيجي لما كيم بيقول له ان هو اتسبب في فشل العملية، وبيعرفه ان هو جاب نص شحنة المادة النووية بس، والنص التاني مع آزار اخو حسان اللي هرب منه. وبيكون كيم متضايق لان جيجي قتل حسان والجنرال الروسي، وبيفكروا ان مهمته هي انه كان يعرف باقي شركائهم، وبيقول له ان هو نسي ان هو جاسوس وتعامل على ان هو ضابط من القوات الخاصة. وبينهي كيم كلامه وبيطلب من جيجي ان هو ياخد باقي اليوم اجازة. وفي اليوم اللي بعده بنلاقي بنت اسمها صوفي بتجهز نفسها علشان تروح المدرسة، وبنعرف ان صوفي كانت عايشة في فرنسا، وان هي جت من فترة مع امها علشان يعيشوا في امريكا. وبعدها بتروح صوفي علشان تفطر، وساعتها امها كيت بتسألها عن اخبارها في المدرسة، فبتقول لها صوفي ان زمايلها مرحبين بها جدا. وبعدها بتروح صوفي وبتركب اتوبيس المدرسة، وبيظهر ان صوفي كانت بتكذب على امها، وده لان مفيش اي حد من زمايلها بيرحب بيها نهائي. وفي مكتب المخابرات كيم بيكون عامل اجتماع لكل افراد المكتب، وبيقول لهم ان هم قدروا يوصلوا لشريك حسان، وبيعرفهم ان اسمه فيكتور وان هو كان جندي سابق في الجيش الفرنسي. وبيقول لهم ان فيكتور تاجر اسلحة كبير جدا، وان هو واخوه ديفيد كانوا بيشتغلوا سوا لحد ما فيكتور قرر ان هو يتاجر في الاسلحة النووية. ولما ديفيد عرف كده رفض وخبى مخططات تصنيع الاسلحة من فيكتور، ووقتها فيكتور اتضايق من اللي عمله ديفيد وقتله. وبيقول كيم ان فيكتور بيدور على المخططات علشان يبيعها لآزار، وبيعرفهم ان مهمتهم هي القبض على فيكتور قبل ما يوصل للمخططات دي. وبيكمل كيم كلامه وبيقول ان جات لهم معلومات ان ديفيد كان بيتعامل مع محامي اسمه كول، وبالتالي فهم لازم يراقبوه لان فيكتور اكيد هيروح له علشان يسأله عن المخططات. فبيتحمس جيجي علشان يروح المهمة دي، لكنه بيحبط جدا لما كيم بيقول لكريستينا ان هي هتتولى المهمة دي. وبعدها بيتفاجئ جيجي لما كيم بيقول له ان هو هيراقب عيلة ديفيد، وبيتفاجئ اكتر لما بيعرف ان شريكته في المهمة دي هي بوبي مسؤولة التكنولوجيا في المكتب. ووقتها بتنبهر بوبي وما بتكونش مصدقة ان هي هتشارك جيجي في المهمة دي. وبعدها بيوصل جيجي وبوبي للشقة اللي هيراقبوا منها عيلة ديفيد، وهناك بتجهز بوبي شاشات المراقبة. وبعدها بتقعد هي وجيجي علشان يراجعوا معلوماتهم عن عيلة ديفيد، وبنعرف ساعتها ان كيت تبقى مرات ديفيد وصوفي تبقى بنته. وبنعرف كمان ان هم اتنقلوا لامريكا من شهرين، وان كيت بتشتغل ممرضة في المستشفى، وبيكون جيجي وبوبي قاعدين في الشقة اللي جنب شقة كيت، وبيستنوا لحد ما شقة كيت بتكون فاضية، وكيت وصوفي بيكونوا مش موجودين فيها، وبيدخلوا الشقة علشان يحطوا فيها كاميرات المراقبة. وبعدها جيجي وبوبي بيحطوا كاميرات المراقبة في الشقة، وبترجع بوبي على شقتهم علشان تتأكد ان الكاميرات شغالة. وبيكون جيجي لسه جوه شقة كيت، وفجأة بترجع كيت لانها بتكون نسيت محفظتها، وبتفضل تدور عليها في كل مكان جوه الشقة. ووقتها بيحاول جيجي يستخبى منها، وبتساعد بوبي اللي بتكون متابعة تحركات كيت من خلال الكاميرات. واول ما بتدخل كيت اوضتها بيجري جيجي على الباب علشان يخرج، وساعتها بيلاقي محفظة كيت على الارض، فبيشيلها وبيحطها على الترابيزة وبيمشي. ولما بيرجع جيجي على الشقة بيكون حاسس بالملل، وما بيكونش عاجبه مهمة المراقبة لان هي ما فيهاش اي اثارة. فبتعرض عليه بوبي ان هو يعلمها مهارات التجسس، ولكنه بيرفض. فبتحاول بوبي تقنعه وبتروح علشان تفتح له شنطة الاسلحة، لكن جيجي بيحدف سكينة عليها وبيمنعها من فتح الشنطة، وبيحذرها من ان هي تقرب من الشنطة دي نهائي. وبالليل بترجع كيت وبنتها لشقتهم، وساعتها بتيجي لكيت رسالة من شغلها، وبتعتذر لصوفي وبتقول لها ان هي مش هتقدر تروح معاها حفلة التزلج على الجليد تاني يوم، وده لان هي عندها وردية اضافية في الشغل. فبتزعل صوفي وبتروح على اوضتها. وتاني يوم الكلب بيمسك كرة بيكون فيها كاميرا مراقبة وبيرميها قدام صوفي، فبتمسكها صوفي وبتكتشف ان جواها
عندها جهاز غريب، وبتاخد صوفي الجهاز ده وبتبحث عنه على الانترنت، وبتكتشف ان هو عبارة عن كاميرا مراقبة لاسلكية، فبتستخدم تليفونها علشان تتعقب اشارة الكاميرا دي. وفي الوقت ده بوبي بتكون طالبة بيتزا وبتاخدها من عامل الدليفري وبتدخل، ولكنها بتنسى تقفل باب الشقة. وفي اللحظة دي صوفي بتكون وصلت للشقة وبتدخلها، وبتتفاجئ لما بتلاقي جيجي وبوبي بيراقبوها هي وامها. وساعتها جيجي وبوبي بياخدوا بالهم منها، وبيحاول جيجي يقرب منها لكنه ما بيقدرش لان صوفي بتصورهم بتليفونها، وبتهددهم ان هي هتنشر الفيديو على الانترنت. وبتسألهم لو هم من المخابرات وبيراقبوها هي وامها علشان عمها فيكتور، وبتقول لهم ان هو ما بيحبش امها لان هي دايما بتتخانق معاه في كل مرة بتشوفه فيها. فبيأكد جيجي على كلامها وبيقول لها ان هم بيراقبوهم علشان يحموهم. وبعدها جيجي وبوبي بيدخلوا يتكلموا لوحدهم في الأوضة، وبتقترح بوبي على جيجي ان هم يلغوا المهمة لان صوفي خلاص كشفتهم، ولكن جيجي بيرفض لانه مش عاوز المهمة تفشل بسبب طفلة صغيرة، وبيقول لها ان لو لزم الامر هو هيقتلها ويخلص منها. لكنهم بينصدموا لما بيلاقوا صوفي واقفة وبتصورهم، فبيتكلم جيجي معاها وبيقول لها ان هو كان بيهزر. فبتوقف صوفي التصوير وبتقول له ان هي ممكن تعمل معاه اتفاق، وبتعرفه ان لو هو وافق يروح معاها حفلة التزلج فهي مش هتنشر الفيديو. فبيضطر جيجي ان هو يوافق وبيروح معاها، وهناك بيفضل جيجي يقع كتير لانه اول مرة يتزلج على الجليد، ولكنه بيلاحظ ان اصحاب صوفي بيبعدوا عنها وبيرفضوا ان هم يلعبوا معاها، ده غير ان في ولدين بيضايقوها وبيوقعوها على الارض. فبيستنى جيجي لحد ما الولدين دول بيقربوا منه وبيوقعهم زي ما وقعوا صوفي، وبتشوفوا ساعتها المشرفة وبتطرده هو وصوفي. وبعدها صوفي بتقترح على جيجي ان هو يجيب لهم ايس كريم علشان اعصابها تهدى. وبعدها بيرجعوا البيت وبيكونوا طالعين في الاسانسير، ووقتها كيت بتكون واقفة مع جيرانها وبتسألهم عن صوفي، واول ما بتشوفها مع جيجي في الاسانسير بتهجم عليه وبتضربه، وبتمسك تليفونها علشان تبلغ عنه الشرطة. لكن صوفي بتلحقها وبتقول لها ان هو قابلها بالصدفة في ساحة التزلج، وان هو دافع عنها لما الولاد حاولوا يضايقوها وجاب لها ايس كريم. فبتهدى كيت وبتعتذر لجيجي جدا، ولكنه بيسيبها وبيرجع على الشقة وهو بيتألم. وتاني يوم جيجي بيكون طالع على السلم وبيسمع صوت كيت وهي بتطلب المساعدة، وبتخرج صوفيا وبتطلب منه يساعدهم. فبيدخل جيجي جوه الشقة وبيكتشف ان مواسير المية بايظة، وبيقدر ان هو يساعد كيت وبيصلحوها. وبعدها كيت بتشكره على مساعدته، وبتصمم صوفي وقتها ان هو يتعشى معاهم. ولما جيجي بيرفض بتمسك تليفونها وبتهدده بالفيديو فبيوافق. ووقتها بوبي بتشوفه في الكاميرات وبتتصل بيه، فبيدخل الحمام علشان يرد عليها. وساعتها بوبي بتلومه على اللي هو عمله، فبيفهمها ان هو بيعمل كده غصب عنه لان صوفي هددته. وعلى العشاء جيجي بيفضل يحكي لما كان بياكل سحالي مع الجنود في الصحراء، وساعتها كيت وصوفي بينصدموا من كلامه. وفي نفس الوقت بوبي بتبعت له رسالة علشان توقفه عن اللي هو بيقوله، فبيعتذر لهم جيجي وبيقول لهم ان هو بقاله فترة ما اتكلمش مع مدنيين. وبعدها صوفي بتستأذن من كيت ان جيجي يروح معاها المدرسة تاني يوم، وده علشان يحضر معاها حفلة الآباء بما ان هي مشغولة ومش هتقدر تحضرها. ووقتها جيجي بيرفض، ولكن صوفي بتلمح له على اللي هي شافته في شقتهم، فبيضطر ان هو يوافق غصب عنه. وفي اليوم اللي بعده بيروح جيجي المدرسة مع صوفي، وفي الفصل بيقوم كل اب وام وبيعرفوا نفسهم وبيحكوا عن شغلهم، وبيكونوا الاطفال مبهورين بيهم جدا وبيحيوهم. ولما بيجي الدور على صوفي بتقول للمدرسة ان امها مشغولة، ولكن هي معاها النهارده اقرب صديق ليها. وبيقف جيجي قدام اللي موجودين في الفصل وبيكون محرج، ده غير ان هو مش عاوز يكشف عن هويته ليهم. فبيقول لهم ان هو بيشتغل في جامع القمامة. ووقتها الاطفال بيسخروا منه وبيتكلموا عن صوفي بطريقة مش كويسة، وساعتها بيظهر الحزن والاحباط على صوفي. ولما بيسمعهم جيجي بيكمل كلامه وبيقول لهم ان هو يقصد ان هو بيجمع قمامة البشر واللي هم المجرمين والاشرار، وبيعرفهم ان هو بيشتغل في المخابرات، وبيحكي لهم عن المهام اللي هو بيقوم بيها في خدمة الوطن. ووقتها الاطفال وكل اللي موجودين بينبهروا بيه ويسقفوا له. وبعدها الاطفال بيفضلوا يلعبوا معاه ومع صوفي طول اليوم، وبسبب جيجي بتكون صوفي صداقات كتير. وفي اخر اليوم بتيجي كيت علشان تاخد صوفي، وبتنبسط كيت لما صوفي بتقول لها ان هي قضت يوم جميل جدا مع جيجي. وبعدها صوفي بتقول لهم ان هي هتروح تسلم على اصحابها، وده علشان تسيب كيت وجيجي لوحدهم وتخليهم يقربوا من بعض. وبيعدي اسبوع وبيكون جيجي بيمارس رياضة الجري، ووقتها بيقابل صوفي بالصدفة واللي بتشكره على اللي هو عمله معاها في المدرسة. وبيتفاجئ جيجي لما صوفي بتقول له ان هو انسان طيب جدا، وده
على عكس ما هو بيبين قدام الناس، وبتسأله هو ليه مش متجوز. فبيقعد جيجي جنبها وبيقول لها ان هو كان خاطب قبل كده، ولكن خطيبته سابته علشان هو اتصاب في مهمة، وبيقول لها ان مش اي حد ممكن يستحمل طبيعة شغله، وعلشان كده هو خايف يرتبط بحد تاني ويكون سبب في حزنه. فبتتعاطف صوفي معاه وعلشان تخرجه من الحالة اللي هو فيها بتطلب منه يعلمها التجسس، وبتقول له ان هي عايزة تبقى جاسوسة زيه لما تكبر. فبيوافق جيجي وبيبدأ يعلمها ازاي تعدي من اختبار كشف الكذب، وبيعلمها كمان ازاي تكتشف الشخص اللي بيكذب من خلال حركة رموش عينيه، وبيبدأ يعلمها حاجات تانية كتير. وبينبهر جيجي لما بيلاقي صوفي بتتعلم بسرعة وبتنجح في تنفيذ المهام اللي هو بيكلفها بيها. وفي الوقت ده فيكتور بيزور كول محامي اخوه ديفيد في مكتبه، وبيسأله عن مكان المخططات اللي خباها ديفيد. فبيقول له كول ان ديفيد قال له ان هو خباها مع صديقه المقرب، ووقتها فيكتور بيعرف مكان المخططات وبيسيبه وبيمشي. وبنروح لجيجي اللي بيكون قاعد بيتعشى في المطعم مع كيت، وبنعرف ان كيت صممت تعزمه علشان تشكره على اللي هو بيعمله مع صوفي. وساعتها كيت بتحكي لجيجي عن جوزها، وبتقول له ان هي اكتشفت ان هو بيشتغل في المافيا، وبتعرفه ان صوفي اتأثرت جدا من بعد موت ابوها. ووقتها جيجي بيكون على وشك انه يعترف لها بحقيقة شغله، ولكن كيت بتقاطعه وبتطلب منه ان هم يرقصوا سوا. وبتتفاجئ كيت ان جيجي بيرقص بطريقة غريبة، ولكن اللي موجودين في المكان بتعجبهم حركاته وبيفضلوا يقلدوها. وتاني يوم كيت بتتصل بجيجي وبتطلب منه يقعد مع صوفي، وده لان هي هتتأخر في شغلها وهترجع بالليل. ولما بترجع كيت بتتفاجئ ان صوفي وجيجي بيحضروا العشاء، وبتقول لها صوفي ان جيجي ساعدها علشان تعمل واجب المدرسة. ووقتها كيت بتشكر جيجي على وجوده في حياتهم، وبتعترف له ان هي معجبة بيه، وهو كمان بيعترف لها ان هو معجب بيها. وفي مكان تاني فيكتور بيقابل ازار، وبيكون ازار متضايق لان فيكتور اتأخر عليه في تسليم المخططات. فبيطمنه فيكتور وبيقول له ان هو عارف مكانها، وبيقول له كمان ان هو هيسلمها له في خلال يومين. وبعدها بيدخلوا المخزن علشان يكملوا كلامهم، وساعتها كريستينا بتكون مراقباهم وبتبلغ كيم باللي بيحصل. فبيدي كيم اوامر بالقبض عليهم بسرعة. فبتتحرك كريستينا وزمايلها وبيروحوا ورا فيكتور واللي معاه، وبيحصل بينهم تبادل اطلاق نار، ولكن فيكتور وكل اللي معاه بيدخلوا جوه المخزن، وفجأة المخزن بينفجر بيهم. وبعدها بيظهر فيكتور ورجالته وهم بيخرجوا من مكان تاني من غير ما حد يشوفهم. وفي اليوم اللي بعده كيم بيستدعي بوبي وجيجي، وبيبلغهم ان العملية انتهت لان المخزن انفجر برجالة فيكتور وازار. وبيبلغها كمان ان هم مفصولين من شغلهم، وده لان هم اخترقوا القواعد. وبيوريهم فيديوهات جيجي واللي بيظهر فيها وهو مع كيت وصوفي في شقتهم، ده غير الفيديو اللي بيظهر فيه وهو بيرقص في المطعم. ولما بينزل من المكتب جيجي بيعتذر لبوبي، فبتقول له ان هي مش زعلانه منه وان هو هيفضل دايما بطل في نظرها. وبتعرفه كمان ان هي فخوره جدا ان هي اشتغلت معاه. وبعدها بيرجعوا على الشقه علشان يلموا الاجهزه، وساعتها جيجي بيروح لكيت وبيقول لها ان هو لازم يعترف لها بحاجه مهمه. وبياخدها وبيروحوا على شقتهم، وبيعرفها ان هو وبوبي بيشتغلوا في المخابرات. ووقتها بتنصدم كيت وبتسيبهم وبترجع شقتها. فبيروح جيجي وراها وبيحاول يفهمها ان هو كان بيحميها، ولكنها بترفض تسمعه وبتفضل تزعق له لانه كذب عليها. فبتخرج صوفي من اوضتها وبتقول لامها ان هي كانت عارفه حقيقه جيجي من الاول، ولكن كيت ما بتسمعلهاش وبتطرد جيجي من الشقه. وفي اليوم اللي بعده جيجي بيكون قاعد حزين بسبب اللي حصل، فبتروح له صوفي وبتديله رسمه قبل ما يمشي علشان يفتكرها. وبعدها بياخدها جيجي وبيرجع بيها على شقتها. ووقتها صوفي بتعيط لان هي مش هتشوفه تاني. واول ما بتدخل صوفي الشقه بتلاقي امها واقعه على الارض، فبتتخض عليها وبتسالها عن اللي عمل فيها كده. وساعتها جيجي بيسمعها وبيدخل وراها الشقه، ولكن بيظهر واحد من رجاله فيكتور وبيضربه على دماغه. وبتكون بوبي شايفه اللي بيحصل من خلال كاميرات المراقبه. وبنرجع لجيجي اللي بيلاقي فيكتور قدامه والراجل اللي معاه بيرفع عليهم السلاح. وبيكون فيكتور ماسك الكلب، وبيقول لكيت ان الكلب ده هو اقرب صديق لاخوه ديفيد. وبيطلع سكينه وبيقطع الطوق اللي حوالين رقبه الكلب. وساعتها بيلاقي الفلاشه جوه الطوق، وبيتاكد ان فيها المخططات اللي هو عاوزها، وبعدها بيحطها جوه علبه. وفي اللحظه دي بيدخل كارلوس وتيت جيران كيت وبيضربوا فيكتور والراجل اللي معاه. ووقتها العلبه اللي فيها الفلاشه بتقع جنب جيجي، فبيرفع كارلوس السلاح على جيجي وبيطلب منه يسلمه العلبه. وبنعرف هنا ان كارلوس وتيت دول رجال عصابات وبيشتغلوا لحساب اللي بيدفع اكتر. وساعتها بوبي بيكون معاها سلاح وفي طريقها علشان تنقذ جيجي واللي معاه، لكن السلاح بيقع منها على السلم وبتخرج منه طلقات كتير وبتخترق شقه كيت. ووقتها كل اللي في الشقه بيستخبوا علشان يحموا نفسهم من ضرب النار. وبيقدر فيكتور ياخد العلبه اللي فيها الفلاشه، وبياخد صوفي معاه وبيهرب من الشقه. واول ما جيجي بيشوفه بيجري وراه بسرعه، اما بوبي فبتقف قدام كارلوس وتيد وبترمي عليهم قنابل وبتفجر المكان بيهم. وفي اللحظه دي فيكتور بيحط صوفي في عربيته وبيهرب بيها، وبتيجي كيت بعربيتها وبيركب معاها جيجي وبيروح وراه، وبيفضلوا يطاردوه لحد ما بيوصل للمطار. وساعتها بينزل فيكتور من العربيه وبياخد صوفي وبيركبوا طيارته الخاصه. وفي اللحظه دي كيت وجيجي بيوصلوا
للمطار. وبيتعصب جيجي لما بيشوف طيارة فيكتور بتتحرك، وبيجري على شاحنة الوقود اللي في المطار وبيركبها وبيسوقها بسرعة كبيرة وبيقف بيها في اخر مدرج الطيران اللي بيكون على حافة الجبل. وبعدها بينزل من الشاحنة وبيمسك سكينة وبيقف قدام الطيارة، واول ما بتقرب منه بينزل تحتها وبيفجر عجلة الطيارة وبيعطلها. فبينزل فيكتور من الطيارة وبيشتبك مع جيجي في قتال عنيف. ووقتها صوفي بتحاول تحرر نفسها ولكن بتخبط عصاية القيادة بالغلط، فبتتحرك الطيارة بيها ولكن مروحتها بتخبط في السور وبتتكسر. وبتفضل الطيارة تتحرك لحد ما بتقف على حافة الجبل، ولكن جيجي بيشوف اللي بيحصل وبيضرب فيكتور ضربة قوية وبيوقعه على الارض. وبعدها بيجري على الطيارة علشان ينقذ صوفي، وبيدخل جوه الطيارة وبيطلب من صوفي ان هي تكون شجاعة وما تخافش، وبيعرفها ان هو هيتحرك ناحية مؤخرة الطيارة، وبيطلب منها ان هي تتحرك ناحية المقدمة علشان يعملوا توازن والطيارة ما تقعش من فوق الجبل. فبتنفذ صوفي كلامه وبتاخد العلبة اللي فيها الفلاشة وبتقدر تخرج من الطيارة. وبعدها بيقرب منها جيجي علشان يساعدها تنزل من فوق الطيارة، ولكنهم بيلاقوا فيكتور قدامهم وبيرفع عليهم سلاحه. وبيطلب من صوفي ان هي تسلمه العلبة اللي فيها الفلاشة، وبيوعدها ان هو مش هيأذيها هي وجيجي. وبيستغرب جيجي لما صوفي بتوافق وبترميله العلبة، وساعتها فيكتور بيقول لها ان هو كذب عليها، وبيصوب مسدسه عليهم وبيكون على وشك ان هو يقتلهم. وفجأة بتظهر كيت من ورا فيكتور وبتضربه بالحديدة ضربة قوية، وبيقع فيكتور على السور الحديد اللي شابك في الطيارة. فبيزق جيجي الطيارة علشان تسحب فيكتور معاها ويقع من فوق الجبل ويموت. وبعدها بيتفاجئ جيجي ان صوفي معاها الفلاشة، وبتكون صوفي مبسوطة جدا من المغامرة دي، وبتطلب من جيجي ان هو يفجر شاحنة الوقود، وده علشان تمشي من قدام الانفجار زي ما بتشوف في افلام الاكشن. فبيوافق جيجي وبيطلع قنبلة من جيبه وبيفجر الشاحنة، وبيقلدوا سوا ابطال افلام الاكشن وبيمشوا جنب بعض اثناء الانفجار. وبعدها بيرجع جيجي وبوبي لمكتب المخابرات، وهناك زمايلهم بيكونوا فرحانين بيهم، وبيبلغهم كيم ان هو تراجع عن قرار فصلهم، وبيعرفهم ان هم هيشتغلوا في فرع المكتب اللي في الولاية اللي بتعيش فيها كيت وصوفي. وبعدها بنشوف جيجي وهو مع كيت وصوفي في ساحة التزلج، وبيظهر ان هم مبسوطين لانهم بقوا عيلة واحدة. وبيفضل جيجي يرقص بطريقته وكل اللي موجودين بيرقصوا زيه، وبيخلص الفيلم.